البككة في بداية تأسيسهم وجهوا أفواه بنادقهم نحو الكرد. تأسس حزب العمال الكردستاني عام 78 بهدف التصدي للاحتلال التركي وتحرير الشعب الكردي من الظلم الذي لحق بهم طيلة قرون وقرون. فبنى الشعب الكردي آماله وطموحاته على الحزب الوليد حديثا، غير أن الحزب الوليد أطلق أول عيار النار في حربه تجاه قوميته الكردية يوم اغتيال محمد جلال بوجاك رئيس عشيرة بوجاكي شمال كردستان. فحزب العمال الكردستاني وخلال 40 سنة من نضاله وكفاحه المسلح قطع عدة مراحل، ولم يستطع خلال هذه المراحل الظهور بمظهر حزب قومي وطني على الساحة السياسية والنضالية، بل على العكس من هذا فقد حاربت البككة طيلة عمرها الأحزاب القومية والوطنية، ولم تستطع لغاية الآن تحرير منطقة بل وشبر من أرض كردستان من تحت قبضة الدول المحتلة لكردستان: تركيا، سوريا، إيران، العراق. وسيكشف موقع داركامازي وخلال الأيام القلائل المقبلة سلسلة أسرار وخفايا بالغة الأهمية والخصوصية للبككة، معلومات تنشر وتسمع لأول مرة. بعض هذه الأسرار من اعترافات قادة البككة وأبرز أجنحتها بعد مضي 41 عاما من النضال والكفاح المسلح في صفوفها. التأسيس ومعارضة الحركات القومية والوطنية. كتابة التاريخ لدى البككة أصبحت ككتابة سيناريوهات، فتثقف وتربي مؤيديها على ضوئها، تجعلهم يعتقدون أن ما تقوله البككة وحده هو الحق خلاف غيره. وخير مثال على هذا قول البككة إن الحركة التحررية الكردية ونضالها بدأ من تاريخ تأسيس البككة. ودائما ما نرى البككة تهاجم الأحزاب الكردستانية من خلال كتابتها للتاريخ والأحداث، ويشتد مهاجمتها بشكل خاص على الحزب الديمقراطي الكردستاني. ولم تهتم البككة بنضال هذا الحزب وتضحيته ونضاله وبشمركته وقادته وتاريخه المليء بالتضحيات والقرابين أبدا، فعوضا عن كتابة الحقائق أصبحت ديدنتها اتهام الديمقراطي الكردستاني بكل خطأ وجد على الساحة الكردستانية وبين الأوساط الكردية. وفي السنوات الأخيرة باتت محاولات البككة واضحة للعيان وتزداد بشكل ملحوظ، محاولا وضع الديمقراطي الكردستاني في خانة العدو الأول واللدود للشعب الكردي، تليه في العداوة الدول المحتلة لكردستان. تتذرع البككة لعمليتها التشويهية هذه بمبرر وجود بعض القواعد التركية في جنوب كردستان. تلك القواعد التي نشرت حسب اتفاقات دولية بين العراق وتركيا في القرن المنصرم. مرت البككة في حياتها الحزبية بمراحل عدة نستطيع أن نرتبها حسب التسلسل الآتي: المرحلة الأولى تبدأ من عام 73 وتنتهي بالمؤتمر التأسيسي للبككة عام 78. في هذه المرحلة كان العمال الكردستاني بمثابة جماعة تحمل أفكارا ماركسية لينينية في أنقرة، تأسست بزعامة عبد الله أوجلان. ففي بداية تأسيسهم كانت جماعة يسارية ماركسية، وكانت لها علاقات قوية ومتينة مع الأحزاب والجماعات اليسارية التركية. غالبية أعضائهم في هذه المرحلة كانوا طلاب جامعات، وبعد ذلك نقلوا نشاطهم الفكري والحزبي والتنظيمي إلى جنوب شرق تركيا، أي المناطق الكردستانية شمال كردستان. وفي 27 من تشرين الثاني عام 78 عقدوا أول مؤتمر لهم بمشاركة 23 عضوا، وخلال المؤتمر اقترح عضو منهم باسم فرهاد كورتاي تسمية الجماعة بالبككة، وبعد ذلك تم تثبيت الاسم. تربية الأعضاء المقاتلين في سهل البقاع. المرحلة الثانية وتبدأ من عام 78 وتنتهي في 4 من آب 84. وفي هذه المرحلة تتم تربية وتنظيم أعضائهم في سهل البقاع اللبناني وإرسالهم بعدها إلى سوريا وإيران وجنوب كردستان وإقامتهم هناك. المرحلة الثالثة تبدأ من 15 من آب 84 ولغاية 99، وتضم هذه المرحلة 15 سنة من النضال
المسلح للباكاكا. والمرحلة الرابعة من حياة الباكاكا تبدأ من إعلان استراتيجية الجمهورية الديمقراطية، وهذه المواقف الجديدة للباكاكا والتغييرات المهمة التي طرأت على استراتيجية وتكتيكات هذا الحزب. وهذا ما يتطلب معرفة مشروع هذه الاستراتيجية الجديدة، من أين جاء وكيف نما وتطور. ولكن قبل التطرق إلى الإجابة عن هذه الأسئلة ينبغي التوقف هنا لمعرفة سبب وقوف الباكاكا ومعارضتهم للكرد، ولماذا وجهوا أفواه بنادقهم نحو الكرد وقاموا بمحاربتهم. وتحليل ودراسة سبب إطلاق أول عيار النار أطلقته الباكاكا كان باتجاه الكرد لا محتلي كردستان. هذه الفقرات ما هي إلا كلمة البداية، وأخذ موقع دار كامازي مهمة توضيح الحقائق وتسليط الأضواء على خفايا الأحزاب الكردستانية على عاتقها، وسننير لمتابعينا الزوايا المظلمة من مراحل حياة الباكاكا، ومنها مرحلة ما بعد التأسيس.